أهلا وسهلا بكم في قناتكم مصر للدعاية والإعلان. أنا محمود صبحي. في الدرس اللي فات تعرفنا على أداة البين تول، رسم الباسز والتعامل مع الأنكر بوينت والتعديل عليها. ولو ما شفتش الدرس هيظهر اللينك في أعلى الشاشة. درس النهاردة هنتعرف على أداة الكتابة تايب تول وإزاي نستخدمها ونعدل على النصوص جوه برنامج الإليستريتور. هنبدأ بعد الانترو. طبعا لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. في الدرس ده هنتعرف على اداه تايب تول وازاي نعدل على النصوص داخل البرنامج. لو البرنامج بتاعك اول ما بنفتح البرنامج، طبعا اتعرفنا ازاي نفتح عمل جديد وشرحنا الدرس قبل كده، وهيظهر لك لينك الدرس في اعلى الشاشه. لما بنفتح اداه التايب تول اول ما بنفتح برنامج، لو البرنامج بتاعنا بيدعم اللغة العربية هيظهر لنا التايب تول بنفس الشكل ده. لو ما بيدعمش اللغة العربية هيظهر بالشكل ده. في لوحة تحكم أساسية في النصوص بتبقى موجودة معانا طول ما احنا شغالين في التايب تول، اللي هي لوحة الكاركتر. لو مش ظاهرة معانا ممكن نجيبها من ويندو. هننزل على تايب وهنختار كاركتر، هتفتح معانا القائمة بالشكل ده. طبعا هنضغط على شو اوبشن، هتظهر كل الاعدادات. نكتب دلوقتي اي نص هنا، مثلا هنكتب هنا مصر عشان نبدأ نتعرف عليها. اولا احنا ممكن نقدر نعدل في الالوان وفي شكل الخط من شريط الكنترول بانل من فوق، زي ما اتعرفنا ان في شريط كنترول بانل ببدأ اقدر اتحكم في الادوات اللي انا بستخدمها. طبعا في جزء ثابت اللي هو اللون والستروك، ده بيبقى ثابت معانا. الجزء الخاص بالكتابة بيبدأ من اول الكاركتر، بنلاقي ده الكنترول بانل الخاص بالكتابة. في الميري برو دي انواع الخطوط اللي موجودة على الجهاز والخطوط اللي احنا محملينها. طيب لو انا حبيت اكبر البريفيو اللي موجود هنا عشان ابقى شايف نوع الخط، بدخل على edit preference وهدخل على type وعند font preview هقول له large، هقول له اوكي. اول ما هضغط على الخطوط زي ما احنا كتبنا كده كلمة ماستر، لو لاحظنا هنا هنلاقي الخطوط معانا كبرت عشان احنا شكل العرض بتاع الخط كبر عشان احنا كبرنا الخط. في طبعا خطوط موجودة جاهزة اللي متثبتة على جهاز الكمبيوتر بتظهر معانا هنا، واي خطوط احنا محملينها من على الانترنت بتظهر معايا بالطريقة دي. طب انا بحمل الخطوط ازاي؟ لو جيت كده، ده مثلا ملف الخطوط دي، الخطوط اللي موجودة معايا ممكن اعمل لها تثبيت على الكمبيوتر بطريقتين. يا اما اضغط عليها مباشرة كده واضغط على انستول وهنا بيظهر وزن الخط وشكل الخط، او بحدد عليهم وكليك يمين وهضغط على انستول او انستول فور اول يوزر لو معايا اكتر من يوزر على الجهاز، ويبداوا يتثبتوا على الجهاز. بعرف اسم الخط اللي انا هشتغل عليه عشان اكتبه هنا باسم الخط ويظهر لي. هنلاقي جنب بعض الخطوط في علامة سهم زي ده، ان الخط ليه اكتر من وزن، وبعرف ايه الاوزان اللي موجودة للخط. يعني مثلا لو انا اخترت الخط ده كده، باجي من هنا بلاقي اوزان الخط اللي موجودة معايا. يبقى انا كده عرفت ازاي افتح اداة تايب تول وابدأ اكتب واغير نوع الخط. هفتح دلوقتي لوحة التايب عشان نبدأ نتعرف عليها اكتر. اول ما حاجة موجودة معانا اللي هو التاتش تايب تول، وهنلاقيها موجودة معانا في الادوات اللي هي اخر اداة اللي هي الشيفت تي. التاتش تايب تول لما اضغط عليها ان انا اقدر اتحكم في اي حرف لوحده، ما بتحكمش في الكلمة ككل. يعني مثلا لو اخترت ده كده بغير شكل الخط، حبيت اكبر الخط بشكل مستقل او اصغره بنفس الطريقة دي كده، وممكن اغير مكانه. ده كله اقدر اعمله من اداة تاتش تايب تول، ان انا بتعامل مع كل حرف بشكل مستقل. هنرجع كل حاجة زي ما كانت.
يبقى احنا اتعرفنا على التاتش تايب تول بنستخدمه في ايه واحنا شغالين، ان احنا بنوصله بشكل مباشر من الادوات بالطريقة دي، او من نافذة كاركتر ببدأ اجيبها على طول. ولو هو مش ظاهر هنا، لو ضغطت كده هنلاقي في عندنا اختيار اسمه شو تاتش تايب تول. لو انا عايز اخفيه هنشيل علامة الصح، عايز اظهره مرة تانية هضغط من هنا واختار شو تاتش تايب تول. اول جزء معانا اللي هو الجزء بتاع انواع الخطوط اللي موجودة معايا اللي انا هستخدمها. يعني مثلا خط زي ده. بعد كده اوزان الخط اللي احنا اتعرفنا عليها، ان كل خط ليه اكتر من وزن. وبنعرف ازاي ان الخط ده ليه اكتر من وزن، بنلاقي فيه جنبه علامة سهم. لو ضغطت عليها هنلاقي يعني مثلا الخط ده ليه وزنين. طب لو انا غيرت الخط ده، مثلا اخترنا خط يكون ليه اوزان كتير مثلا زي ميري برو، هنلاقي الخط اوزان كتير. يعني مثلا كده ده الخط اللايت، هنلاقي كل ما بنغير وزن الخط شكل الخط بيتغير معانا. نيجي بقى عن الاختيار اللي بعد كده، الايكون اللي بعد كده، ده حجم الخط. اقدر اصغر بدل ما كنت بصغر الخط. طبعا في الاشكال متعودين ان احنا بنصغر ونكبر من الانكر بوينت. هنا في الخط عشان بيتعامل مع الخط ده الجزء الخاص بحجم الخط، ان انا ممكن اصغره بالطريقه دي واكبره كده على حسب حجم الخط. وممكن اكتبه يدوي، يعني مثلا لو كتبت 50، ولقينا الجزء ده الخاص بطول الخط. ان هو مثلا حجم الخط 50، يبقى المسافات ما بين السطور 60. ودي هنشوفها لو كاتبين اكتر من سطر. يعني مثلا هنكتب بالعربي وهنخليه مثلا بولد عشان يبقى واضح. زي ما احنا ما شايفين كده، كده حجم الخط زودناه، والمسافة طول الخط بيتناسب بيتحرك معانا مع حجم الخط. لو جينا عملنا كده هنلاحظ ان في تقطيعات بانت في الخطوط، في فواصل بانت في الخطوط. طيب لو انا خليته مترك، رجع الخط مبقاش فيه فواصل ما بين الحروف. طيب لو خليته اوتو، رجعه الوضع الطبيعي. يبقى الجزء ده بيزود الميل ما بين الحروف وبعضها. الاختيار ده اللي هو طول الحرف. مثلا لو زودت كده هنلاحظ ان الكلمة بتتمط معانا، ونفس التباعد ما بين الحروف واحد. بيبدأ يزيد معايا ان انا لو عايز ازود المسافات ما بين الحروف وبعضها. ودي بنلاقيها كتير في التصميمات. طيب لو حبيت اصغر، لو عملناها زيرو، يبقى كده رجعت لوضعها الطبيعي. الجزء ده الخاص بمط الكلمة، ان انا لو عايز الكلمة ابين ان الكلمة طويلة او قصيرة. وهنا بمطها ككل. لو انا عايز اخلي فيه فرق ما يبقاش كل الحروف على سطر واحد، لو عملت كده ان انا مثلا اخترت عندنا مثلا حرف الاو، ان انا ما بخليش الحروف كلها على سطر واحد من الاختيار ده. طيب لو انا عايز الحرف ده هعمل عليه دوران، وده هنستخدمه كتير في التايبوجراف واحنا شغالين. هنرجع تاني، نرجع كل حاجة زي ما كانت. هنيجي بعد كده لو انا عايز اخلي كل الحروف كابيتال، وضغطت كده هيحول لي كل الحروف كلها كابيتال. طيب لو انا عايز اخلي
الحرف الأولاني بس كابيتال والباقي سمول، زي ما احنا شايفين كده بيحول لي أول حرف في الكلمة هي الكابيتال. لو أنا ضغطت كده رجعتها الوضع الطبيعي، أول حرف كابيتال والباقي سمول. طيب أنا عايز أعمل الأس. أنا مثلا كتبت هنا غير اللغة، هنلاحظ إن الواحد اتغير وبقى زي الأس. طب أنا عايز أخليه لتحت، هيبقى بالطريقة دي. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل underline، يعني خط تحت الكلام كده. أنا عملت underline تحت الكلمة. طب لو عايز أخلي الخط في وسط الكلمة بنفس الطريقة كده. هننتقل بقى الجزء الأخير معانا. الجزء اللي تحت ده الخاص بالحروف العربي، باللغة العربية. يعني أنا مثلا لو بكتب، نكتب هنا مثلا، هنلغي ده كده ظاهر معايا الرقم بالعربي. طب لو أنا عايز أخلي الأرقام إنجليزي، أول حاجة معانا عن digits، الأرقام العربي هندي. طب لو أنا عايز أخليه إنجليزي هختار Arabic، هيتحول معانا لإنجليزي. طيب لو أنا بستخدم، يعني بكتب نص قرآني أو بكتب نص فيه تشكيل وعايز أحدد مكان التشكيل وأظبط مكان التشكيل من الجزء اللي قدامنا ده، ببدأ أظبط مكان التشكيل وأحدد مكانه. وطبعا هنا بحدد اللغة اللي أنا بشتغل عليها. أنا شغال في العربي، فهو الجزء ده خاص بالعربي. وبكده يبقى احنا اتعرفنا على لوحة الطيب، لوحة الكاركتر، اتعرفنا ازاي نقدر نعدل فيها ونتحكم فيها. هننتقل بعد كده في نفس اللوحة للباراجراف. بعد ما خلصنا شرح قائمة الكاركتر، دلوقتي هننتقل على قائمة الباراجراف. نافذة الباراجراف هنوصل لها من نوافذ طيب باراجراف، هتظهر معانا بالطريقة دي. ده التنسيق بتاع الصفحة. ده كده بنخلي المحاذاة من الشمال لليمين بنفس الطريقة دي. وده فقرة افتراضية، دي بنضيفها ازاي؟ ان انا ممكن وانا شغال لو هي مش متفعلة معايا، اللي هو في الإصدارات القديمة، ان انا بختار هنا بقول له طيب. لو انا عملت كده نزلت معايا بالطريقة دي. ان انا اول ما بحدد الفقرة، أداة الطيب على حسب حجم أداة الطيب بينزل لي نص. يعني لو عملت كده بينزل لي النص على قد المساحة اللي أنا بفتحها. طيب 2. عايز أكبر الفقرة، أنا كده كبرت الفقرة. طب عايز أزود نص في المسافة اللي تحت، هاجي من على طيب أقول له fill with placeholder text، هنلاقيه ملالنا المساحة اللي احنا حددناها. في علامة الباراجراف، في نافذة الباراجراف، هنا ببدأ أحدد شكل المحاذاة. يعني كده المحاذاة من الشمال لليمين، كده المحاذاة في المنتصف. هنلاحظ إن المحاذاة كلها في المنتصف. كده المحاذاة من اليمين للشمال، ودي بنستخدمها مع العربي، هنا بنستخدمها مع الإنجليزي. في المنتصف بنستخدمها مع الاتنين. يعني نخليها للشمال عشان ده نص إنجليزي. كده بعمل محاذاة ما بين السطور من الشمال لليمين. يعني لما بكون كاتب سطور بعمل محاذاة ما بين نهايات السطور. كده بخليها من المنتصف مع المحاذاة ما بين نهايات السطور وبدايتها. كده من اليمين للشمال بنفس الطريقة. كده بخلي كل السطور متساوية. يعني لو عدد الكلمات متساوية في الفقرة واخترت الاختيار ده، بيساوي لي السطور كلها ببعض في الطول. هننتقل بعد كده
ديت المسافة البادئة. يعني لو أنا شغال وعملت كده، أنا كده زودت المسافة البادئة. إن أنا مثلا لو شغال على هوامش، عايز أعمل هامش إن يبقى فيه مسافة بادئة قبل بداية الكلام، أو ممكن أعمل ريست زي ما اتعرفنا في الكاركتر، وأعمل ريست بانر رجعتها كده وهنخليها من الشمال لليمين. ممكن أحدد السطر الأولاني، يعني مثلا أنا محتاج إن السطر الأول أو الفقرة الأولانية هي اللي تبقى تتحرك بس. هو مثلا كمقدمة أو كشكل معين في التنسيق. يبقى احنا كده اتعرفت ازاي نعمل مسافة بادئة للفقرة من الشمال. هنا لو انا عايز اعمل مسافة بادئة من اليمين، يعني لو جينا كده على نفس الفقرة وزودنا كده، كده انا زودت المسافة البادئة من اليمين. هنعمل ريست. يعني دلوقتي معانا الأداة ديت. هنا لو حبيت أحرك سطر واحد، يعني احنا كتبنا كلمة بالعربي سطرين، حبيت أحرك سطر واحد أقدر أحركه وأغير مكانه بنفس الطريقة كده. لو عايز أرجع مرة تانية بضغط ريست. طبعا بحدد على الفقرة كلها، أقول له محاذاة، بيرجعها لنفس شكلها الطبيعي. وهنشوف دلوقتي زي ما شفنا المحاذاة بالإنجليزي، لو عملنا المحاذاة بالعربي من الشمال لليمين، لاحظنا إن هو المحاذاة بقت من الشمال لليمين، وده بالعربي الشكل ده غلط، فبنخلي المحاذاة من اليمين للشمال. كده قلنا دي المسافة البادئة من الشمال، ودي المسافة البادئة من اليمين. وهنا لو عايز أعمل مسافة بادئة على السطر الأول، يعني لو جيت كده، طبعا عشان النص كله متحدد هو عمل لي مسافة بادئة عليه. يعني لو جينا وقفنا على السطر ده وعملت كده، بحرك سطر واحد بس، لازم تكون أداة تايب تول متنشطة وشغالة. هنا بنزود المسافات ما بين السطور، وهنا بنزود المسافات ما بين السطر الأخير. يعني لو هنعملها في نص إنجليزي، نص افتراضي، طبعا هنظبط التنسيق في الفقرة كلها، نقول له ريسيت. لو أنا عايز أزود المسافة البادئة ما بين السطور، كده هو زود لي المسافة البادئة ما بين الفقرات مش ما بين السطور. طيب في الفقرة الأخيرة أنا عايز أزود المسافة البادئة. كل ما أزود بيثبت الفقرة الأولى وبيزود باقي الفقرات. طبعا في التايب تول اتعرفنا ازاي نزود المسافة ما بين السطور واحنا شغالين. هننتقل بعد كده، ده اتجاه الكتابة. هنا لو أنا شغال من اليمين للشمال، يعني مثلا لو كاتب نص، يعني بكتب كلمة إنجليزي مثلا ماستر، هنكبرها. النقطتين عملهم اتجاه الشمال، كده غلط. طب أنا محتاج أعدله. أنا هخلي الكتابة من الشمال لليمين، هيرجع لوضعها الطبيعي. ونفس الوضع في اللغة العربية، إن أنا لو مخلي الكتابة من الشمال لليمين وجيت كتبت كده، لأن الكتابة من اليمين للشمال جت معايا مظبوطة. أما هي لو العكس كانت هتظهر معايا بالطريقة دي كده، لأنها معمولة من الشمال لليمين، فبعدلها بالطريقة دي.
هنيجي بعد كده معانا، يبقى كده احنا خلصنا الباراجراف. هننتقل للأوبن تايب. الأوبن تايب بتشتغل على بعض الخطوط، إن الخطوط ليه إضافات أو أشكال إضافية لكل حرف. يعني لو جينا كده هنلاقي حرف الميم نازل له كذا شكل، هو كل حرف. يعني لو جينا كده وضغطت كده طبعا ما اتغيرش معانا، لأن هو ده مش نازل له أوبن تايب، مش نازل له أشكال إضافية للحروف. لو جينا على الخط الإنجليزي ده ساوث مودرن، هنلاحظ إن الأداة بتاع الدايركشنال ليجتشر اتعدلت. يعني هنخليها زي ديفيلت فيجر. أول ما هاجي أغير هو الحرف ده اللي نازل له التعديل. يعني مثلا لو غيرنا الكلمة، طبعا ده مش نازل على كل الحروف. الأوبن تايب بعض الخطوط بتبقى موجودة، ودي بنعرفها من الموقع اللي بننزل منه الخط إذا كان ليه أشكال إضافية للحروف ولا لأ. تشتغل على بعض الحروف وبتنفعنا كتير في تصميم الأشكال وشغل التايبوجراف. هنبدأ دلوقتي هناخد نظرة سريعة على قائمة تايب والأدوات اللي احنا بنستخدمها فيها. أول حاجة في قائمة تايب الاد فروم تايب كيت. ده بننزل خطوط من على موقع تايب كيت الخاص بأدوبي، وأغلب الخطوط اللي موجودة عليه يا جماعة خطوط مدفوعة. بعد كده الفونت ده بيفتح لنا الخطوط اللي موجودة على الجهاز، اللي هو نفس الاختيار اللي موجود هنا في فونت أو موجود في أداة الكتابة. هنلاقيه موجود معانا في تايب في فونت. ريسنت فونت بيفتح معانا آخر 10 خطوط احنا استخدمناهم في الملف ده. طيب لو حبيت أعدلها أخش في Edit، في Preference، على تايب، هحدد عدد الخطوط. يعني ممكن أخليهم 15 خط أو أقللهم على حسب ما أنا محتاج، بحيث أعرف إيه الخطوط اللي أنا استخدمتها في الملف ده. بعد كده عندنا طبعا السايز، الحجم، وده بنعدله وشفناه في لوحة الكنترول بانل وفي الكاركتر ويندو. في عندها الجرافس، إن هو كل خط بيبقى ليه رموز بتنزل معاه، ودي أشكال الرموز ممكن أستخدمها واحنا شغالين. يعني مثلا لو جيت كده هنلاقي الرمز بينزل بنفس الحجم للخط اللي احنا شغالين بيه على الخط. هننتقل بقى دلوقتي أهم أداة احنا بنستخدمها، إن أنا أحول الخط لشكل بحيث إن أنا أقدر أعدل عليه وأنا شغال. يعني مثلا خط زي ده أنا محتاج أشتغل عليه كشكل معين. لو أنا جيت كده على طيب وعملت واخترت من هنا Create Outline، ده دلوقتي كده أصبح معانا شكل. كده دلوقتي ده أصبح معانا شكل. يعني لو دخلنا في قائمة الطيب هنلاقي خصائص كتير اختفت، لأن ده بقى شكل أقدر أعدل فيه. يعني لو ضغطنا على Selection Tool، دي كلها باسز أنا ممكن أتحكم فيها وأعدل فيها الشكل اللي أنا عايزه. وطبعا دي هتفيدنا في حاجات كتير. أولا إن أنا لو ببعت شغل المطبعة بقفل كل الخطوط، بحيث إن لو الخط مش موجود في المطبعة الخط ما يبص. لو أنا ببعت شغل لعميل ومش عايز يعرف إيه نوع الخط اللي أنا استخدمته أو يعدل عليه، بقفل الخطوط بالطريقة دي عشان أتأكد إن محدش يقدر يعدل عليها. وطبعا في معانا اختيارات تانية زي ما احنا هنشوف دلوقتي.
ان انا ودي بتفيد اللي شغالين في النصوص خصوصا في الكتب والمطبوعات الورقية والبروشورات، واكيد هم اتعاملوا معاها على برامج التصميم زي الإنديزاين لأنه مخصص للكتب. إن أنا مثلا لو اخترت insert special character أحدد مثلا إيه الحاجة اللي أنا عايز أنزلها ديت، اللي هو التريد مارك، هي علامة مسجلة. أو إن دي بداية فقرة. ديت لو أنا شغال في نص معين. وطبعا ممكن تجرب كل الاختيارات الموجودة، ولو في حاجة عايز تستفسر عنها ممكن تسيبها لنا في كومنت وأنا هشرحها في الفيديو الجاي. وبكده يبقى احنا اتعرفنا على قائمة طيب واستخداماتها. وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة، وإن شاء الله في الدرس الجاي هنكمل باقي الأدوات الخاصة بالكتابة اللي موجودة في قائمة أدوات الكتابة، وهنتعرف عليها وهنعرف إزاي نعمل ماسك على الكتابة، إن احنا نلون النص من جوه